مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، وتم عقد صفقات كبرى، بعضها تم التوقيع عليه وبعضها في انتظار التوقيع والإعلان الرسمي عنه. من بين ما أعلن عنه من الصفقات الرسمية بين البلدين صفقة تبلغ قيمتها 142 مليار دولار أمريكي، وهي صفقة عسكرية وبامتياز تحدثت عنها مختلف الصحف العالمية، وركزت عليها خاصة الصحافة الأمريكية تحت عنوان: الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 142 مليار دولار أمريكي. وكالة رويترز للأنباء حاولت بكل جهدها أن تعرف نوعية الصفقات التي تم توقيعها ما بين الأمريكيين والسعوديين، لكنها وجدت صعوبة بالغة في معرفة تفاصيل هذه الصفقات لحدود الآن. لكن هناك فقرة تحدثت عنها وكالة رويترز للأنباء تتحدث عن احتمالية أن تكون من بين الصفقات صفقة طائرة الF-35. لنقرأ هذه الفقرة ثم بعد ذلك نحاول التعليق عليها. قالت صحيفة رويترز في آخر فقرتها: تمتلك إسرائيل طائرة F-35 منذ 9 سنوات، وقامت ببناء أسراب متعددة منها. وأضافت: لطالما سعت حكومات الخليج إلى امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة المزودة بتقنية التخفي التي تتيح لها التهرب من رصد العدو. وإذا وافقت الولايات المتحدة على هذه الصفقة، فستكون السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تشغل مقاتلات الF-35. تقول رويترز في هذه الفقرة إن دول الخليج كلها تقريبا تسعى منذ فترة ليست بالقصيرة بالحصول على طائرات تستطيع التخفي أو تملك تقنية التخفي من الرادارات. ومعروف أن الطائرات الآن التي تمتلك هذه التقنية هي طائرات الF-35 التي لا تمتلكها في المنطقة إلا دولة واحدة، وهي دولة إسرائيل. تقول أيضا صحيفة رويترز إن هناك الآن مناقشات جادة جدا ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وضغوط جادة من الإدارة في المملكة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظير العلاقات المتميزة من أجل أن تكون هناك صفقة للF-35 بين البلدين. وقالت إن المملكة العربية السعودية في حال تأكدت هذه الصفقة ونجحت المملكة في ضغوطها وتم التوقيع عليها، ستكون ثاني دولة فقط في الشرق الأوسط بعد إسرائيل تحصل على طائرة الF-35، بعدما فشلت الإمارات العربية المتحدة في الحصول على هذه الطائرة فور وصول الرئيس السابق جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وإلغائه لتلك الصفقة التاريخية التي كادت أن تعطي الإمارات العربية المتحدة أكثر من 35 طائرة من نوع F-35. يقول المحللون أنه بحصول المملكة العربية السعودية على طائرات الF-35 ستشكل انتقالا تاريخيا من مرحلة معينة إلى مرحلة أخرى، من مرحلة الجيل الثاني والثالث إلى مرحلة الجيل الخامس مباشرة، وبالتالي ستكون نقلة نوعية أيضا في قوة القوات المسلحة الملكية التي الآن، وفقط بطائرات مثل الF-15SA وطائرات التايفون تشكل قوة ضاربة في منطقة الشرق الأوسط. لو حصلت المملكة العربية السعودية على طائرات الF-35 فستشكل بالفعل قوة جوية مهيبة تخشاها كل دول المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل التي هي الآن من بين الأسباب التي تؤخر هذه الصفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وذلك لأسباب يعلمها القاصي والداني، أسباب يعلمها الجميع، بخصوص أنه الآن هناك ضغط كبير جدا من إسرائيل على عدم بيع هذه الطائرات للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية تطبيع بين البلدين. اتفاقية التطبيع هذه والتي لو حدثت مثلا في عهد الرئيس السابق جو بايدن في تلك الصفقة التاريخية، كانت هناك أحاديث كثيرة عن أن المملكة العربية السعودية لو وقعت تلك الاتفاقية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية إبان طبعا الرئاسة السابقة لجو بايدن، وذلك في إطار التطبيع مع إسرائيل، لكانت الآن المملكة العربية السعودية قد حصلت على الF-35. ولكن وقع ما وقع وحدثت
أحداث غزة طبعا وحرب غزة، والتي غيرت من خطط المملكة العربية السعودية، وقررت المملكة ألا تكون هناك أي صفقة إلا في حالة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها طبعا وعاصمتها القدس، وبحدود العام 1967، وبذلك انقلبت الأمور رأسا على عقب. الآن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك الآن تجديد في هذه الصفقات، تجديد في هذه العروض، وهناك مطالبات الآن سعودية كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وتركيز خاص على هذه الطائرة التي ستشكل مستقبل الطيران العسكري الحربي في المملكة العربية السعودية. هناك أيضا مشكل آخر يتعلق بإسرائيل، وهو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك عرف مشهور جدا في الولايات المتحدة الأمريكية متعلق بكل الصفقات التي تعقد مع الدول العربية أو دول الشرق الأوسط، وهو أن تراعي تلك الصفقات التفوق العسكري التقني والعسكري لإسرائيل على كل الدول المحيطة بها، وألا تكون تلك الصفقات تجعل الدول المحيطة بإسرائيل وخاصة الدول العربية متفوقة عسكريا على إسرائيل، سواء من حيث التقنيات العسكرية أو من حيث نوعية السلاح، سواء من حيث التقنيات العسكرية أو نوعية السلاح، أو أيا كانت هذه الصفقة التي ستجعل تلك الدولة أقوى عسكريا من إسرائيل. هذا ممنوع كليا ضمن الأعراف السائدة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من الإنجازات التي تحسب للمملكة العربية السعودية، والتي أفرحت الشعب السوري، كل الشعب السوري، كل أطياف الشعب السوري، ووافقوا مصفقين للأمير محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية، وشاكرين للقيادة السعودية على الدور الكبير الذي لعبته في هذه المرحلة في إنقاذ سوريا وإخراجها من الوضع الصعب التي هي الآن عليه، هي الضغط الكبير الذي فرضته المملكة العربية السعودية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل رفع العقوبات عن الدولة السورية. المملكة العربية السعودية فعلت المستحيل من أجل سوريا، ووقفت إلى جانب سوريا في هذه الظروف الصعبة، أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الضغط المتواصل من أجل الاعتراف طبعا القيادة الجديدة، والاعتراف بسوريا الجديدة، ورفع العقوبات عن سوريا الجديدة. سوريا الجديدة الآن التي تقف معها المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا، تقف معها طبعا لتبعدها عن الأجندات الإيرانية، وتبعدها طبعا عن كل المحاولات من أجل اختراقها من إيران. الآن سوريا تقف أيضا إلى جانب المملكة العربية السعودية. اللقاء التاريخي الذي عقد بين الرئيس الشرع والرئيس دونالد ترامب بزعامة ووصافة الأمير محمد بن سلمان، وبحضور أيضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولو عن طريق تقنية الفيديو، هذا اللقاء يؤكد مدى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه وستلعبه المملكة العربية السعودية في مستقبل سوريا الجديد، لإخراج سوريا من هذا المأزق الصعب الذي تعيشه الآن والوضعية الاقتصادية الصعبة. رفع العقوبات الأمريكية على سوريا سيكون مجرد بداية طبعا لتطور هذه البلاد وتقدمها، وعودة سوريا إلى حضنها العربي، وابتعادها طبعا عن الحضن الإيراني الذي طبعا كانت فيه لمدة سنوات طويلة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الأول. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا زلت أطالب بعض المشاهدين الذين لا زالوا لم يشتركوا معنا في القناة الاشتراك، تفعيل زر الجرس. كل يوم هناك أخبار جديدة، كل يوم هناك تحليلات جديدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.